اللي نختارها لجنة قضائية هي اللي تشرف على وزارة الداخلية، مش على كل وزارة الداخلية، يفضل في وزير الداخلية ويفضل في مجلس أعلى للشرطة، بس تحركات قوات مكافحة الشغب، القوات اللي ماسكة سلاحنا احنا في ايديها، تبقى لجنة لوزارة الداخلية وللإعلام وللمراسيم والتشريع اللي بيصدر وللتصفية المحكوم عليهم عسكريا سواء ضباط أو مدنيين أو غيره، والإقرار بانتهاء حالة الطوارئ ما أقروش لغاية دلوقتي. ويقول لك إيه؟ منع الإحالة للمحاكم العسكرية إلا في الحالات التي نص عليها قانون القضاء العسكري. يا راجل يا راجل، انت فاكرني وصلت من السذاجه والبلاء لهذه الدرجه؟ على فكره طب اذا قانون القضاء العسكري الذي تذكره هو الذي عدله حسني مبارك قبل شهور قليله من مغادرته الحكم علشان يجعله صالح انه يبلع اكتر مما هو فيه. لا يعني عليه ان يكلمني كلام. اللي عارفين يا استاذ حازم، واحنا يمكن من جيل واحد من زمان قوي، ان من يعتدي على عسكري فيحاكم عسكريا. جميل قوي، بس مش ده كل اللي في القضاء العسكري. يعني المادة 6 من قانون القضاء العسكري، واظن ما اعرفش انتهى اللي يدخل على الانترنت يشوفها، مش ده كل اللي موجود، هو بيلعب بالكلام. قانون القضاء العسكري ما فيهوش ده بس، في ده وغيره. في ده وغيره، فهو لما يقول الا ما هو موجود في القضاء العسكري عايز ناس، انا رجل قانون، انا ده عملي، انا فاهم هذا الكلام. والنقطة الثانية الأخطر يقول لك وسوف، قبل البيان الأخير، وسوف نلتزم بخارطة الطريق. إيه هي خارطة الطريق؟ وأنت أصدرت حاجة اسمها خارطة الطريق؟ ما هو طلع بعد كده عدل بقى بعد كده وقال 30 وقال حط بعد كده مجموعة من التفاصيل لما جاء في كلمة المشير. أما هي طبعا التفاصيل وكلمة المشير دول الاثنين لاحقين، لما قبلها بيوم كانوا قال حكاية خارطة الطريق، يقول لك وسوف نلتزم بخارطة الطريق، وهو أصلا ما أصدرش حاجة اسمها خارطة الطريق. أنت اللي مطلوب منك يضحك عليك وخلاص. لا، أنا عايز أوجه كلمة مخلصة وصادقة لهدأة هذا الوطن دلوقتي. الوطن ممكن يهدأ قبل بكرة الصبح على فكرة، وأنا بقول لحضرتك أنا كفيل بهذا، مش إن أنا عندي سلطة. لا خلاص، يعني إحنا بنقول إحنا نرجو ونأمل. يعني أنا أي شخص هيكون عنده هذه القدرة أنا سعيد بيه إنه يجي من خلال هذا البرنامج، ونيجي ان احنا نطلع نقول اننا نفتخر ان الهدوء عاد الى مصر بسبب كلمه قالها ضيف في نادي العاصمه. اذا ما استجابوا الى النقاط التي في الصميم في الصلب اللي طالبينها الناس، مش اللي هو يقول لك شيلنا عصام شرف وجبنا كمال الجنزوري، حلو قوي بس مش ده الموضوع خالص. هنعمل كذا، مش ده الموضوع. يشوف الخط الرئيسي يخلصوا الآن. بكرة صدقني بكرة الصبح ستكون مصر هادئة وستحقن الدماء، ومحدش هيروح لا شارع محمد محمود ولا ميدان التحرير ولا اسكندرية واللي بيجرى فيها دلوقتي خالص. واللعبة والأوراق كلها في يد السلطة العسكرية وتستطيع أن تفعلها الآن. إنما نحن نريد هدوء الوطن، ونريد أن نكفل للانتخابات البرلمانية كل الأجواء، لأنها مصلحتنا أن يتشكل حكومة يختارها الناس، حتى لو معيبة يا أستاذ أسامة، حتى لو معيبة شوية، يعني لو شوية برلمان معيب شوية ولا حكومة، بس هات رئيس يخاف مني، هات رئيس يبقى عارف انه في اليوم اللي هينتخب فيه النهارده قدامه 4 سنين ويترمي بره لو ما فضلش مرضي للناس. هات رئيس يبقى عامل حسابي. لو معيب شويه وتتصلح بعد شويه، حرام نفسنا وطن يشم ريحه ان اللي هو مختاره هو اللي بيحكمه. بنيامين نتنياهو نزل يقابل جلعاد شاليط لانه عارف ان البني ادم اللي احنا شفناه اللي ملوش لازمه ده بالنسبه له يساوي اصوات. انما هنا لما جم الاسرى، مش اسرى حتى السجناء المصريين اللي طلعوا، اللي قابلهم المحافظ هناك وخلاص. 25 شخص قابلهم المحافظ. ليه؟ مفيش حد يهمه ان حد يرضى ولا يتبسط عنه. نفسنا بقى ان البلد زي الفرنساويين والالمان. لو كنت حضرتك رئيس مصر في الوقت ده قابلت مين؟ ال 25 سجين مصري اللي تم ده. انا ما كنتش اعمل الصفقه دي اصلا. دي صفقه لتهريب الجواسيس، ومش جاسوس، ده كان جاي يحرق البلد، وجايبين بداله 25 واحد منهم متهم بتهريب روسيات في قضيه دعاره، وواحد منهم متهم بمخدرات، يعني معناه ما كانش ينفع يتقابلوا اصلا يعني. لا مش قابلوا، لا قابلوا دي جزئيه فرعيه. اللعبه دي ان انا يبقى ليا 70 سجين مصري عندهم، اقوم اقسطهم اقول له هات 25 وخد الجاسوس الاول،
وبعدين هات 25 وهديك التاني، ولسه شايل الباقي للجواسيس الجايين. اودي اللي كانوا جايين يحرقوا مصر اسلمه لهم هديه من غير ما حاكمهم، في مقابل 25 واحد كان يتحكم عليهم وقضوا فترات الاحكام. وكان غريبه قوي يعني الولد اللي اتسلم ده، يعني معظم الناس كانت بتشكك اصلا في كونه جاسوس يعني. وانا كمان بشكك. الله، ما حضرتك لسه بتقول جاي يحرق مصر. ما انا بجايبها هو الاخر، بقول لك فاذا تجري تحقيقا قضائيا محترما تصل فيه الى نتيجه، ثم بعد ذلك نتكلم. انما تقول لي اصله بيقولوا انه مظلوم، اصله بيقولوا ان جاي يحرق مصر. لا، ما يقولوا ليه؟ ما عنديش جهات تحقيق. اجريت معاه تحقيقات اكيد يعني. ووصلت لايه؟ برافو. وعبد المجيد محمود قعد يجري معاه تحقيقات من شهر 7 لغايه ما سلموه مش عارف شهر 10. 3 شهور تحقيقات. وصلت لايه؟ ما قالش ومش هيقول، وطول ما انتوا سايبينه مش هيقول. يا بيه احنا في حاله كرب. انت عايزني افضل سايب سلطات التحقيق في ايد دول والداخليه في ايد دول والكلام ده في ايد دول، وافضل اقول عايزين نهدي مصر؟ ما هي مش هتفضل في ايد لا دول ولا دول ولا دول لو صارعنا باننا يبقى عندنا مؤسساتنا رائع اللي موجوده. فبالتالي انا متفق مع حضرتك، فدي قضيتنا ومتفق يعني. اعتقد ان احنا معظم النقاط متفقين عليها، وعلى راسها اننا لابد اننا يكون عندنا الانتخابات البرلمانيه في خلال الايام القليله القادمه، واننا نصل الى نقاط تسمح لهذه الانتخابات انها تحدث وتحدث بشكل يعني طيب، وتفرز من تفرز، لانها لن تفرز الا مصريين، عمرها ما هتفرز خواجات. واسمح لي بقى بكلمه مهمه، اقسم لك بالله العلي العظيم والله سلام. لو انا رئيس حزب الاخوان المسلمين او رئيس حزب السلفيين وهخسر الانتخابات البرلمانيه اللي هي هتجرى يوم الاثنين، هي تبدا اجراءها يوم الاثنين الجاي دي، وعارف كده اقسم لك بربي ان انا كنت هصمم ان تجري هذه الانتخابات، لان ده شرف يعني ده شرف الانسان انه يسلم البلد لاهلها حتى لو هو اقليه. والشريف الان هو اللي عارف انه هيخسر الانتخابات ويصمم على اجراءها. ده شريف ليه؟ لانه بيقول انا ما عنديش حظوه كبيره في الشارع، بس خلوا البلد تبقى في ايد اهلها. فخلونا تعالوا الى كلمه سواء، كلمه الشرف، ان نظل شرفاء وان يتسلم البلد اهلها. والعلم حضرتك لو اعلم انه الحل في اني انا اخرج كلية حتى من مساله الانتخابات الرئاسيه دي في سبيل انه يتم، انا مش بقول كده ان انا عايز اعمل، دي فكره جاءت نبت الحوار عشان بس ما حدش يتاجر علينا بكره في اصل دلوقتي اي كلمه بتقال فيها. انت حضرتك على تويتر دلوقتي مبعوث دلوقتي، اللي هتقوله دلوقتي حالا ده ما هيتباع على تويتر. لا هيتباع بقى عقابا لهم مش هجمله قدامنا. لا صحيح حضرتك بتقول يعني احنا بنقول القصه اللي هي طبعا معروفه، اللي هي قصه سيدنا سليمان والسيده التي اتت اليه، او السيدتان اللي راحوا له وكان معاهم الطفل، وكل واحده فيهم بتدعي انه ابنها، فاللي كانت ملهوفه عليه هو عرف منها. الله يكرمك يا شيخ، رائع. الله يبارك فيك. يا سلام، الست اللي قالت خدي انت ابني عشان ما يتقتلش، دي كانت امه الحقيقيه. النهارده اللي يقول يا شعب خد امورك حتى لو في عيوب، ما انا شايف ان في عيوب وشايف اني هسقط، بس اخلص في الموضوع ده. وانا قلت الكلام ده على فكره مش افشاء لسر، انما في اثناء اجتماعات مرشحي الرئاسه قلت لهم انا بحرص على انه الانتخابات تجري سريعا، مع انه مصلحتي الشخصيه انها تتؤجل. اخد وقت يا اخي، الناس يعرفوا. في ناس اعلنوا قبلي بسنه وسنه ونص يعني، فادوني وقت. فلكن الفكره انه كده الشرف الان ان تسلم البلد لاهلها بصرف النظر انت هتفوز ولا لا، وسيظهر الشريف الذي يقول انا مع اجراء الانتخابات برغم ان انا شايف ان انا مانيش هحصل فيها على شيء. طيب يعني التصريح اللي قاله او ما قالوش قوي الاستاذ حازم صلاح واسماعيل ان هو لو كانت مصلحه البلاد الا يرشح نفسه في انتخابات، هو يعد بانه لن يرشح نفسه اذا كان ذلك في صالح البلاد. اذا كان في صالح البلاد. ده تصريح الاستاذ اسامه، وارجو ان تحفظوه على تويتر على انه تصريح الاستاذ اسامه. استاذ حازم، يعني انا اولا طبعا اتشرفت بان انا قعدت مع حضرتك النهارده. انا اللي متشرف والله. وطبعا انا طبعا هذه الصداقه اللي بيننا اللي نشأت النهارده اعتقد انها هتزعل ناس كتير قوي مني اللي واخدين الاتجاه الثاني. ليه بس؟ وانا اتجاه ايه؟ انا نفس الاتجاه. انت الاتجاه الاولاني. انا لا بتاع، انا لا على فكره احنا نفس الاتجاه. الاتجاه الاسلامي ده
مالوش اي، والله صدقني مالوش اي خصوصيه عن عموم الشعب المصري خالص.